أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والمنة. وصلوا لجروب الحمد لله كامل. اللهم صل على سيدنا محمد. وهاي أول هدايا ما بعرف إذا في كمان هدايا. الحمد لله الحمد لله. لا مجد مرشدنا معانا راح يكون طول الرحلة إن شاء الله. بيحكي عربي وتركي، عربي وتركي الثنتين الحمد لله رب العالمين. وهي باصنا إن شاء الله رب العالمين تكون رحلة موفقة جدا. هين بين نصرتن. Teşekkür ederim. يعني إن شاء الله İnşallah, elhamdülillah. الحمد لله. خلص فهمت أنت علي. طيب الله Ente? بان؟ Good. أبد الحمد لله. إيم İyi, çok الحمد لله. أول مشوار لليوم بالضبط عند مسجد آيا صوفيا اللي كان كنيسة آيا صوفيا. حنروح على مطعم صوفيا جاردن نتعشى. أنا هذا طبقي. الأطباق حلو ولا احنا اللي مبسوطين في حلاوه وبقنا؟ مش عارفة إيه رأيك؟ الاثنين الاثنين يعني الأكل حلو وبنفس الوقت إيه؟ احنا مبسوطين من فضل الله. وانتي لسه واصلة دلوقتي يعني من شوية بس. سمعتوني وانا بحكي مصري؟ لا رهيبة طلعت. وصلنا إلى أكتشتبه. تعبت صح؟ لدرجة تعبني. كتير قوي يا ماما. شكلنا بعد الإفطار الزاكي ننزل نشرب القهوة هون صح؟ يعني مثلا انا هبه هاديه مثلا يعني وانا شيرين إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 على البرد الحمد لله. أكسجين نقي جدا 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 الحمد لله. هي على مغارة شال لازم تكونوا لابسين جاكيتات. احنا طبعا حكينا للكل، الكل يلبس جاكيتات. مفرزن الجو مش بارد بس.
إسماعيل أسطى في حيدر نبي. جو رهيب رهيب رهيب. اللي جاهز يرفع ايده ينفع تذكري 3 حاجات انت ممتنه ليهم حمده وشاكره ليهم. نعم يعني وان انت لما بتكون ممتن يعني تذكر هذا الامر كتير بشعور امتنان اللي هو شكر في الاخر او حمد لله سبحانه وتعالى. ممكن هبعت لكم المحاضره بتوضح ده بالصور بالنيورو ساينس ازاي المكان ده وكأن حجمه بيتسع بيزيد. فهي المحاضره اللي هبعتها لكم هي شرح ليه بالشكر تدوم النعم او ولئن شكرتم لازيدنكم. الحمد لله. فعشان كده حبيت نذكر كل حد يذكر حاجه تذوقها ويحمد ربنا عليها. جربوا تحمدوا اكتر واكتر على الشعور الحلو بتاع مثلا الصحبه الحلوه اللي انا اكتشفت انه ده فيه احساس جميل قوي بالصحبه. احمدي هتزيد ده في حمد ان الدعاء مستجاب. احمدي هيزيد الحمد لله. ده في حمد ان في حل لمشاكلي لو حتى الشخص اللي قدامي ما اتغيرش ده ممكن يطلع الحل من عندي. احمدي هيزيد الحلول وهكذا. هلا في فرق بين الشكر والحمد. اوكي اتفضلي قولي انت. انا ما بعرف، انا بسال بس في صح انا اللي اعرفه انه الحمد لله فقط. يعني مش هينفع اقول لك احمد سلافه او خوله ما ينفعش. تمام الحمد لله فقط ده اللي اعرفه. الشكر لله. أنا كنت خايفة وايد من التجربة هذه اللي بخوضها يعني حاليا، إني أنا أسافر مع جروب أنا ما أعرفهم أبدا ولا لي أي صلة فيهم، وبس فضل من رب العالمين الحمد لله إنه كان يعني الجروب كله يعني حسيت بسرعة بألفة معاهم يعني وتأقلمت بسرعة وكأني أعرفهم من زمان. الحمد لله بشكل عام يعني ككل إني أنا كني أعرفهم من زمان الحمد لله. فهمتوا عليها؟ أنا كني أعرفهم. ايش رايك باليوم؟ والله اليوم كان رائع بكل ما تحكي هذه الكلمة معي. استانست حيصنا يعني كل الفعاليات اللي ممكن تتخيلون حصلت. طلعنا فوق الجبل، تغدينا، تريقنا طبعا سوا، يعني شيء ما تتخيلونه. مستانسين بشكل ما شاء الله لا اله الا الله. والله العظيم يعني حمدين بهالشيء هذا كله لفريق شيء موفرين لنا كل بدون ما نتكلم كل شيء موفر وكل شيء، وطول الوقت هم يقولون شلون مرتاحين في شيء تبون شيء. يعني ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. الحمد لله الحمد لله. يعني شوفوا صباح الفل، صباح القشطة، صباح الياسمين، واحلى مصر من الدنيا بيشاركونا ان شاء الله يا رب افراحنا قبل احزاننا. فندق ألطف بتبعتيه على أبد أفندم حبيبتي. طيب شفتوا القعدات اللي هون، وفي قعدة هون كمان، وفي قعدة فوق للي بحب. وهي ألعاب الأطفال عندكم. لا قلت له الله يرضى عنك. ايش هي الله رازي أولسون. عن جد؟ رازي من رضا يعني رضا. الله لا قوة إلا بالله. ايوه حطوا لنا قهوه عشان النحل. ولعوا القهوه عشان النحل يروح. ايش هاد هباب؟ هنلعب لعبه. اوكي 13 يكونوا قاعدين على الكراسي دول اوكي و13 تانيين واقفين قصادهم. اوكي هنعمل ايه بقى؟ استنوا نشوف. اوكي يلا الله يسعدك.
اللعبة اللي لعبناها تشرحي لنا الكونسبت مرة ثانية بليز. اوكي، الكونسيبت بتاع اللعبه ان احنا نجرب التفاعل ما بين الشخصيه اللي بتتحط في موقف عندها قوه بنسميها باورفول بوزيشن، والشخص اللي ممكن يتحط في موقف يبقى باورليس. تمام. وهي لعبه تمثيليه بتبادل ادوار، مره انت تمثل ان انت باورفول وورينا بقى وانت عندك الباور هتعمل ايه، تستخدمها خير ولا هتتجبر على الناس ولا ايه، وتجرب شعور برضو الشخص اللي بيتحط في الباور ليس، عشان ممكن تكون انت ما جربتوش، ممكن تبقى ما دقتش معنى الرفض او معنى ان انت تبقى قليل الحيله او قليل المال او قليل في اي وضع ما. فازاي هتعبر عن نفسك بس بعزه نفس وكرامه، وازاي شعور الرفض ده يعني تستقبله وتستطعمه عشان لما انت تكون في موقف القوه ترحم شويه الضعيف، وفي نفس الوقت وانت عندك القوه تختبر نفسك هتقدر تستخدمها بالخير ولا لازم بالتجبر والتظلم والظلم. انبسطتوا باللعبة صبايا؟ كتير عن جد؟ علمنا كتير كمان. حبايبي الله يسعدكم. ماجد شكرا يا ماجد. هون اخذنا باصات من موقف الباصات تاع تشايلة ورايحين فوق على تشاتشاوا على مزرعة الشاي عشان نقضي الشاي وننبسط هناك ان شاء الله. خذوا معكم التيكيتات صبايا. اصورك اياها عشان تشوف. اول معلومه ظريفه هون لازم تعرفوها انه كان من زمان يزرع التبغ هون وليس الشاي، بس بفضل الدوله غيروا الموضوع من التبغ الى الشاي. حلو. الشاي بتحصد 3 مرات بالسنه مثل ما انكم شايفينها، بتضل مثل ما هي، فقط تؤخذ الفوق اخرها. هذا اللي بصير الشاي الاحمر، والشاي الاخضر جزء من هدول الصغار، والبرعم هذا اخر واحد ما راح يبين كثير على التصوير. هذا هو الشاي الابيض، هذا تقريبا العامل ايه، هذا غالي سعره بصراحه هلا ما بعرف، بس انه العامل الواحد يمكن يوم كامل مشان يطالع 20 30 جرام منه، شاي تقريبا وحده. فرجيني الزهرة البيضاء بليز كمان مرة. هاي البرعم اللي هو بصير الشاي الابيض. اوكي. الشاي الابيض اللي هو بكون اغلى شاي في العالم هو صح؟ شاي ابيض يعني شفاف، يعني بتحطي ما يطلع له لون، فهذا فيه نفس النيوتريشن ونفس الفوائد، مو مشكله نفس الفوائد تبع الشاي. الفكره بسيطه انه كل ما طلعنا لفوق اكثر بالشجره كل ما صارت فوائد الشاي اقوى وكميا بنحطها اقل. يعني مثلا هي اللي انا فرجيتكم اياها البرعم الصغير 3 منه بالكاسه بتعطيكي نفس فائده بريق شاي كامل كانه شربتيه. بالنسبه للي مثلا بياخذ فوائد الشاي اللي هي بتعرفوا قديش مفيده للهضم وبتساعد مثلا بالستريس والقصص هاي، هذا كله 100% علمي، يعني مو معلومات تسويقيه فقط. فهاي هي نبته الشاي وبتنحصد بهذا الشكل. الله يسعدك، شكرا على المعلومات يا ماجد. معلش كلمتين. الثانية أفكر، تفكير، عقل.
أين عقلي؟ أين عقلي؟ أيوه. أمان يعطيك العافية. عافية عمرك. هلا هلا حبيبتي، شو عندك هلا رحلات نسائية جديدة؟ حاليا أنا وفريق شي إن شاء الله بإذن الله ناويين نعمل رحلة في ديسمبر، رحلة نسائية في بداية ديسمبر على اسطنبول. جايين؟ في مناطق معينة؟ يعني إن شاء الله اسطنبول أوروبية، اسطنبول آسيوية، ممكن نروح إزميت، سبنجة، معشوقية، ممكن نروح بورصة زي ما بدكم. بس كم يوم حتكون الرحلة؟ مش أقل من أسبوع أكيد. راح تعلني عنها إمتى يعني قريب إن شاء بعيد؟ الله قريبا، بس نرتب أمورنا رح نعلن لكم عنها بإذن الله. ماشي حبيبي يعطيك العافية. يعافي عمرك.